اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم قاعدين تشوفوا في الفيديو تاع اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه هذه درتها بناء على الطلب تاعكم. طلبتيو مني الكبه السوريه وبزاف اللي طلبوها مني، جبتها لكم بمقادير جد مضبوطه، ووصفه راح تنجح مع اي وحده، سواء تكون صغيره كبيره مولفه تخدم جامله خدمت راح تنجح معاها. تبعوا بك البنات الخطوات تاعي ونعملوها ان شاء الله مع بعضنا. المقادير تاعها يعني ماهيش مكلفة بزاف. هنا حبيباتي راح نعمل لكم الوصفة تاع اليوم من الورشة اللي نخدم فيها. اليوم درت لهم حصة تاع لي صالي كما قاعدين تشوفوا. درت لهم يعني تشكيلة من المملحات، درت لهم ميني بيتزا، درت لهم لي كروكات، درت لهم بقلاوة صالي، درت لهم صلصة. البنات الصلصة هذه تهب بالبيتراف كما قاعدين تشوفوا. واليوم ان شاء الله قلت نصور معاكم كبه سوريه، والفيديو الجاي البنات راح ندير لكم بقلاوه صالي هذيك تاني طلبتوها مني. وكلش البنات يعني الشغل ساهلين، مش راح نخلص يديو معنا وقت. هادو المتربصات تاعي نوجه لهم تحيه ونقول لهم باللي نحبكم البنات كامل واعطيكم الصحه على المجهود اللي قاعدين تبذلوا فيه. ومباشره للوصفه. هنا عندي البنات البرغل لازم تشريوه رقيق، كاين الخشين وكاين المتوسط وكاين رقيق. نتوما لازم تلهطوا على رقيق، او يعني متواجد عندنا في لي سيبيغات كامل متواجد عندنا. هنا واش عندي البنات؟ هنا عندي 2 كيسان تاع برغل. هادو البنات 2 كيسان تاع برغل يخدموا لكم 20 حبه تاع كبه. وعندي معاهم 2 كيسان ونص تاع ماء. الماء يكون متغالي يعني مستحيل تدخلي صبعك فيه، كما قاعدين تشوفوا في اللافابير قاعده تخرج منه. نعاود لكم، عندي 2 كيسان تاع برغل مع 2 كيسان ونص تاع ماء. نحطوهم في اي بول يكون عندكم ونحطوهم على جهه لمده نص ساعه حتى داك الماء حتى داك البرغل يتشرب لنا الماء تاعنا. هنا البنات كما قاعدين نشوفوا في المقله كنت ديجا درت فيها توابل تاع الشاورما، يعني شوحت فيها سكالوب وكلش. وما نكذبش عليكم عندنا مقله واحده هذه اللي نخدموا فيها. يعني في نفس المقله البنات نحيت يعني سكالوب حطيته على جهه، ووليت حطيت اللحم مرحي تاعي. تحطوا كميه تاع اللحم مرحي معاها البنات 2 حبات تاع بصل كبار. هي الحشو تاع الكبه يتطلب البصل بزاف. وحطيت 3 سنون تاع توم. هنا كي شوحتهم مليح البنات حتى يتشوح اللحم تاعنا، رايحه نضيف البنات هادم التوابل خاصين باللحم وخاصين بالكبه. يعني كي تروحوا تشريوهم يعني في المحل مكتوبين، يعني تلقاو دوك انواع التوابل كامل يعني متوفرين. كما قلت لكم قولوا اعطيني التوابل خاصين باللحم وتاع الكبه. هنا حطيت توابل تاع الدجاج، قصدي توابل تاع الشاورما، وحطيت الفلفل الاسود، وحطيت شويه تاع كمون والملح، وحطيت كميه يعني كبيره البنات تاع دبشه ومعدنوس. ولا كان عندكم مكسرات زيدوا ضيفوا شويه تاع مكسرات، هما يخدموهم بالمكسرات. احنا صراحه مش عودناش على المكسرات يعني في الاكل تاعنا. سيبوا الحشو تاعي واجد، دوك نحيه على النار ونحطو يبرد. هنا البنات بعد ما عدات نص ساعه كان يعني البرغل تاعي تشرب الماء. شوفوا البنات حتى ولا ديما الكسكس كل حبه وحدها. تجيبوا البنات اي روب وترحيو فيه نتوما. انا حطيت فيه تاع البصل ونحط البرغل تاعي ونرحيها البنات مليح حتى يتعجنها. هذه الطريقه اللي تخلي البرغل تاعكم يجي متماسك. سيبا يعني هنا بعد ما رحيته حاولت نرحيه مليح. شوفوا البنات حتى يعني حكم مراحو. نحط البرغل تاعي في البول اللي عندي، ورايحه نضيف له البنات 2 حبات تاع بطاطا. البطاطا هذه ملحوها
يعني حطوا لها الملح وحطوها تتغالى. هنا حطيت 2 حبات تاع بطاطا، بشرط البنات البطاطا تكون متغاليه مليح مليح. ونحط 3 مغارف كبار تاع نشا. والبنات شتي نفس التوابل اللي حطيتهم في التتبيله نزيدو نحطوهم هنايا. حطيت توابل الشاورما، حطيت التوابل تاع اللحم وتاع الكبه كما قلت لكم يتباعوا مكتوبين ويتباعوا. حطيت هنايا شويه تاع كمون وشويه تاع ملح، ونحكم نخلط المكونات هادو كامل مع بعضهم. دوك هنايا البطاطا تساعد البرغل تاعنا بما يجي هكا البنات متماسك وتجي عجينه واحده. دوك تشوفوا النتيجه يعني قدامكم. هنا درت كريات البنات، وزن الكرية نعملها 60 غرام، يعني وزن كل كرية وزنها 60 غرام. انا وزنتهم كامل وحطيتهم على جهة. انا نحب الحبة تاعي تجي متوسطة، ما تجيش كبيرة بزاف وما تجيش صغيرة. الحجم انتوما تحكموا فيه. الحشو تاعي بعد ما برد. شوفوا القوام البنات تاع العجينة، شوفوا زي ما هي يجي متماسك كيما العجينة تاع الكسرة. الطريقه تاعي اللي نشلك اللي عفوا اللي نشكل بها الكبه. عندي البنات هذا القراص، المهم انا هذا نحل به عجينه السكر ولا حاجه. لقيت الطريقه هذه ساعدتني يعني في دقيقه، في ساعه يعني ندير كميات كبار. وهنا لازم كيما احنا نقولوا تخليو، كيما نقولوا هنا تحلوه مليح، يعني تخليو شويه باك من العجينه ومن الداخل لازم تعبيوه حشو. هنا يعني لازم تحلو مليح بما تتعمر كيما احنا نقولوا حشو. هنا نزيد نقفل البنات، يعني نقفل من الفوق. وشوفوا يعني طريقه زي ما هنشكل طريقه، يعني انا ما نستعمل مآلة ما والو، نديرها بيديا. هنا سمحوا لي البنات على الفيرني اللي في يديا، خاطر البارح كانت عندي صايبه والصباح يعني جيت طول كيما احنا نقولوا جيت طالق يعني قريت. شوفوا البنات الحبات زي ما تجي متحوفه وفي دقيقه تشكلوها. هنا البنات الفيديو هذا ما قصرت فيه ما طولت فيه، يعني كيما خدمت يعني في الورشه كيما حطيته معاكم. انا البنات بون يعني بعد ما شكلت الحبات كاملين تحطوهم في الكونجيلاتور. لازم حتى يجمدوا معاكم على الاقل لمده نص ساعه ولا ساعه، لازم يجمدوا مليح مليح البنات. ومن بعد تجيبوا كسرونه، ما تحطوهمش في مقله، تجيبوا كسرونه تحطوا لها يعني تكثروا لها شويه تاع زيت، وتحطوا الكبه تاعكم تقليو بالزوز بثلاثه حتى تتحصلوا على اللون هذا. وهذه هي البنات الكبه تاعنا سهله مهله. اي وحده كيما احنا نقولوا جات في خاطرها وسخفت عليها تروح تجربها. مكوناتها كيما قلت لكم يعني ما فيهاش مكونات بزاف. انتظروني البنات في الفيديو القادم في نحط لكم بقلاوه صالي. والى عجبكم الفيديو خليوا لي كومونتير بما تشجعوني به، والى اللقاء حبيباتي.